السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جميلات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده الفيديو جديد، وحشتوني جدا من اخر فيديو فات. صباحكم فل وهنا وسعادة ورضا من الرحمن، رزقكم الله هناء الدنيا والاخرة، اللهم امين. صباح ليلة العيد وصباح الطاقة الايجابية الحلوة. صباح تجديد الامل. والله فعلا بحس ان يوم العيد ده او وقفة العيد، بحس ان هو تجديد الامل لينا كده، وفرحة في قلوبنا كلنا سواء صغير او كبير. يعني العيد ده مش للصغيرين بس، او الناس اللي بتقول لا مش بنحس بالعيد. يعني لا خالص، انتوا اللي بتعملوا ان انتوا مش بتحسوا بالعيد. بايديكم انتوا ان انتوا تحسوا بالعيد، وبايديكم انتوا تغيروا المود نفسه. بايديكم انتوا. فمن يعظم شعائر الله فلازم طبعا يعني ندخل السرور والبهجة على نفسنا وعلى اولادنا وعلى الدنيا كلها اللي حوالينا، مش احنا بس. يعني سواء احنا بنقابل حد نبتسم في وشه، دي صدقة وجبر خاطر. اي حد وانتم معديين، سواء مثلا ستات مثلا، سيدات يعني قاعدين في محل عملهم. طبعا اثناء العيد بتبقى في لعب اطفال فيها، طبعا سيدات واقفه تشتغل اثناء العيد، نتبسم في وجوههم حتى لو مش هنشتري حاجه. كل سنه وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم يا رب. دي جبر خاطر، وبتدخل السرور عليهم طبعا جدا جدا. فطبعا دي حبيت انبه، يعني انوه عليها وانا معاكم، بذكرني والله معاكم. طول ما انا ماشيه كده اثناء بعد صلاه العيد، اي حد مثلا بنوته اضحك في وشها، طفله صغنونه اضحك في وشها، حد من السيدات اللي قاعدين في المحلات اثناء الصلاه وهي شغاله والكلام ده. طبعا بقى بدأت اضحك في وشهم، وربنا يتقبل مننا يا رب. دخلت بقى كده، ده كان يوم الوقفة. يعني قبل يوم الوقفة بيوم بالليل كنت نقعت ترمس و... وحمص. من قبلها بيوم، من قبل يوم الوقفة بيوم. وتاني يوم الوقفة بقى الصبح بدري علقت عليهم زي ما انتم شايفين كده. بسيبهم بقى اول، بص هو لسه مغليش، هو اول ما طلع الريم كده على طول لازم الريم ده يتشال يا بنات، لانه بيعمل طبعا يعني ريحة زفارة وحاجة مش لطيفة خالص. فلازم انت تشيلي الريم ده عشان تبقى المية نقية كده. ما تسيبيش الريم ده خالص. عايزه اقول لكم ان الحمص مش بيعمل ريم. انا كنت يعني دي مش ميه النقع. ميه النقع دي اتغسلت مره واتنين وعشرة. لازم ترمي ميه النقع دي. بص من اول الغليان بقى بتاعه ده بفضل اديله ربع ساعه في ربع ساعه. يعني بصوا انا عملت التايمر اهو، وعملت ربع ساعه بربع ساعه لحد ما استوي. انا بسيبه ساعه على النار. ف ده ربع ساعه بربع ساعه لحد ما الساعه عدت. بصوا بقى دي بعد الساعه خلاص بشوفه بقى استوى ولا لا. يعني انا بصراحه ما بحبوش مهري، يعني اللي هو يبقى مهري خالص كده اول ما يتحط في الملح والميه يبوش، لا. حتى برضو انا كده خلاص طفيت عنهم يعني خلاص، وسبتهم يبردوا خالص، وتغير لهم الميه مره واتنين وعشرة. من ميه السليق. ما تحطيش في ميه السليق، غيري برضو الميه كويس جدا جدا. انا فضلت احطهم في مصفى وانزل عليهم الميه كويس جدا، وارجع احط تاني وهكذا. هنا بقى حطيت، ما كانش عندي غير الشطه اللي هي السايله دي، نسيت خالص ان انا اجيب. طبعا يعني يوم الوقفه دي كان زحمه جدا، قلت لا مش هنزل بقى عشان اجيب شطه. فجبت، حطيت كمون وليمون و... وشطه وملح. وبدات بقى، دي العلبه اللي انا هملحها، يعني دي العلبه الوحيده اللي انا هملحها. انا ما بملحش الكميه كلها، دي العلبه هي الوحيده اللي هي اتملحت، اللي هي هنفضل نسحب منها طول ايام العيد. والعلبه بقى التانية دي بدأت ان انا اضيف بقى كل اللي الترمس، اللي هو بقى من غير ميه ولا ملح، من غير قصدي ملح خالص خالص. ده بميه بس، وميه الحفظ بتاعته بس وخلاص. بيفضل معايا كده بقى. يعني عايزه اقول لكم ما يجرالوش حاجه خالص. اول ما العلبه دي تخلص اللي في النص دي، ببدأ ازود بقى تاني عليها، وازود الملح والشطه والكلام ده وخلاص. حاجه كمان بقى كنت عايزه اجهزها بصراحه عشان يوم العيد ده بيبقى على ما نروح نصلي. طبعا انا كنت مطبقه، فعايزه اقول لكم ان اول يوم العيد ده نمت خالص. ما يعني نمت بعد الظهر كده، صلينا الظهر ونمنا.
لان انا كنت مطبقه بصراحه، يعني على ما خلصت بقى تصوير وخلصت توضيب الشقه وخلصت الكلام ده، فكنت مرهقه جدا. فنمت بقى. بس طبعا بعد رحنا طبعا صلينا العيد الحمد لله، ولحقت الصلاه الحمد لله، كل سنه ما كنتش بلحقها، لحقتها الحمد لله. وعايزه اقول لكم ايه كمان، طبعا قلت بقى هجهز، انا هعمل اول يوم رنجة وبطاطس والحاجات اللي احنا بنعملها دي. فقلت عايزه لا اجهز الحاجات كده بحيث انها ما اقفش بعد الصلاه واكون مرهقه وتعبانه، لا هجهز كل حاجه. اول حاجه عملتها قشرت كميه بطاطس كده كتيره، واغسلها كويس قوي، واحضر علبه جنبي فيها ميه عشان اعملها صوابع. ليه بقى انا دي مش عاملاها للغدا بس، انا عاملاها ايه بحيث ان لو حد عايز بطاطس مثلا جنب حاجه، هياكلوا بس بطاطس كده وخلاص، حاجات خفيفه كده. يكون البطاطس عندي جاهزه، بدل ما اقعد كل شويه اقشر واصبع والكلام ده، لا يكون كل حاجه عندي جاهزه. ما اقعدش بقى في كل شويه، يعني بحيث ان احنا ندي لنفسنا حتى اجازه اول يوم، حتى يعني اول يوم كده ولا تاني يوم، يكون الدنيا ايه خفيفه علينا من شغل المطبخ وكده. هو احنا اكيد مش هنبطل نعمل اكل، واكيد مش هنعمل الكلام ده، بس على الاقل يكون ايه عندنا وقت. لو قادرين، لو في ضيوف جات لنا، لو احنا عايزين نروح نعيد على حد، فيبقى عندنا وقت. اهو بقى حطيت صبعت الكميه، وحاطه بقى لو خدتوا بالكم كده في ميه، شويه ميه. واول بقى ما خلصت الكميه كلها عبيتها، وهبدأ بقى اضيف عليها كمية مية، يعني بصوا غرقتها كده بالمية. بصوا بحطها في التلاجة بالاسبوع، ما بيجرالهاش اي حاجة خالص، بفضل اسحب منها كل يوم. زي ما انا بحس ان خلاص مثلا ان المية بدأت يعني خلاص ممكن فيها ريم مثلا او الكلام ده، بقوم مغيرة المية بتاعتها وضايفه لها مية جديدة وخلاص. هنا بقى كنت عايزة اعمل الرنجة كانت لسه واصلالي وكده، فقلت بقى عايزة اعملها. بصوا بقى الطريقة دي حلوة قوي يا بنات، انا بصوا اعتمدتها، بجيب ورقة فويل وب... وبعمل بعملها على الصينية. في ناس بتقول ان الطعم بتاعها بيبقى متغير، على يعني غير ان اللي هي متشيطة على طول على النار. مش عارفة بصراحة الموضوع ده، بس انا لا ما كنتش بجازف واعمل الموضوع ده، لان الريحة بتفضل ثابتة جدا في العيون، ومهما تشغل كل ما تشغلي العين ريحة الرنجة بتقلب الشقة. فطبعا دي حاجة بقى مش لطيفة خالص. اثناء حتى العيد بقى، لو انت شغلت البوتاجاز وكده هتلاقي ريحة الشقة مقلوبة ريحة رنجة، وفي ضيوف بقى جايين وكده، فالحاجة مش هتبقى لطيفة يعني. فقلت لا خلينا في الصينية احسن، وبتدي بقى نفس برضو النتيجة ان هي مشوية وكده. و... ولو على ورقة الفويل يعني احنا كل فين وفين بنعملها يعني، ربنا يسترها يا رب. بصوا بقى انا هي كانت الرنجة صغنونة وجميلة وصبحة وبجد حلوة قوي. بصوا بقى الصينية مش هتتوسخ ولا يجرى لها اي حاجة خالص خالص. هعمل بقى الرنجة بطريقة حلوة قوي قوي، وعملتها قبلها بيوم عشان يعني تتشبع كده من الطحينة ومن الخلطة اللي انا هحطها عليها. وفي نفس الوقت بقى ما تبقاش يعني ايدينا بقى كلها رنجة وكده، لا خلاص كل واحد هياخد القطعة اللي هو عايزها وخلاص. قشرت كده بصلتين كبار، وهقطعهم بقى رفيع خالص كده، بحيث ان انا إيه يعني يبقوا شرايح كده صغنونة، اللي هو بصوا اهو تبقى الشرايح بتاعتهم صغنونة خالص. وهجيب الرنجة انا بخليها بطريقة سهلة خالص. هي اصلا اول ما بتتشوي خلاص، هي اصلا بصوا الجلد خلاص فصل عن اللحم، عكس ما انتي بتعمليها ني في ني، فاهميني؟ كنت عايزه البس جلافز بصراحه، بس انا ما لقيتش عندي، فقلت خير انا غسله ايدي كويس جدا، وبعدها برضو بغسل ايدي كويس. ولما بيبقى عايزه مثلا اطلع ريحه الرنجه من الايد وكده، باخد يعني شعره صغيره من البن وبدعكها كويس جدا في ايدي كويس قوي قوي، وبفضل اعمل يعني بشطف ايدي. ولو عايزه كمان، لو انت شاربه كوبايه قهوه وكده، ديك بقى شبه سكراب كده للايد، باخد الباقي من الفنجان وبدهن ايدي كويس جدا بيه، والبس جلافز بقى لو اغسل مواعين ولا الكلام ده، وابدا اغسل ايدي، بيبقى سكراب طبيعي كده للجلد بتاع الايد تحفه. المهم بقى جبت كميه ليمون حلوه وعصرتها كده في الطبق، واحط شويه طحينه بقى، انا هخففها بالليمون مش بالخل. وجبت بقى البصل، بصوا بدأت ان انا افرطه كده بحيث ان هو ما يكونش لازق في بعضه، عشان اللي ياكل طبعا ما يلاقيش كمية بصل كتير كبيرة. انا ما قطعتهاش، بصوا انا خليتها اللي هي الجزل كده مع سليمة، مش عايزة اقطعها يعني. وهفرد كمية بصل كده كبيرة فوق الوش ال الرنجة. عايزة اقول لكم طعمها رهيبة بجد، كانت طعمها حلو قوي.
وعشان انا بسجل لكم اول يوم العيد، فكان بصراحه كان طعمها حلو قوي قوي. اهو بصوا فردت بقى الطبقتين الاتنين. عايزه بقى تقللي كميه البصل مفيش مشكله، بس انا بصراحه بحب البصل جدا، فكترت بقى كميه البصل كده. وبصوا بقى غاليه ميه سخنه، وببدا ادوب الطحينه. الطحينه دي مش هحط لها ملح ولا اي حاجه خالص، هو الليمون، وبسيلها كده بالميه السخنه، واخد بقى بالمعلقه واشرب كده الرنجه بالبصل ده، وخلاص على كده. هنا بقت جاهزه معايا وزي الفل. طبعا بالاسترتش كويس جدا عشان ما تلقطش ريحه او تنشر ريحه البصل والطحينه في قلب التلاجة بتاعتك. عايزه بقى تشد الريحه، انا حطيت لو في ريحه طلعت يعني حطيت حتتين فحم كده في التلاجة عشان يشدوا اي روايح. هنا بقى برضو كانت جايلي ملوحه جميله جدا من سما حبيبتي، ربنا يبارك فيها يا رب، ملوحه صعيدي. كانت طعمها رهيب رهيبه يا بنات بجد. هي حادقه شويه، هي المفروض انها حادقه ملوحه فحادقه، وجايه كده مخليه بالزيت بتاعها، فانا ضفت عليها بس ليمون، ما عملتش اكتر من كده. وحطيتها بقى برضو بستريتش، وبدات ان انا ادخلها التلاجة. هنا كانت الليمونه كبيره فمعرفتش اعصرها بالعصاره، بس كانت طعمها خطيره خطيره يعني. انا ما صبرتش اصلا يعني انا بصور وانا صايمه، فبعد الفطار على طول بقى يعني خدت منها سندوتش كده، لان بصراحه كانت طعمها ريحتها قصدي كانت جميله قوي واحنا صايمين يعني. ربنا يا رب يعود عليكم الايام بالخير يا رب. وحاولوا بقدر الامكان بقى يعني لو كلنا مثلا رنجة او فسيخ او ملوحة او اي حاجة من الحاجات دي، يعني ما يفضلش ان احنا نشرب لبن يومها او ناكل كحك، لان المعدة برضو مش هتستحمل كل الحاجات دي كلها في يوم واحد. فحاولي لو انت هتاكلي الحاجات دي في يوم، استبعدي الكحك والسوداني والشاي بلبن والكلام ده. بس بصوا بقى الصينيه بعد ما خلصت بلم الورقه وبرميها ومفيش اي حاجه حصلت. لو انت عايزه تعملي الموضوع ده ممكن تفرشي ورقه فويل على ورقه زبده، هيبقى الموضوع إيه يعني لو انت مش عايزه تستعملي الفويل على طول. خلاص بقى هنا بصوا بعد ما خلصت وكنت بقى لبست مريم ومكة لبس العيد و... وكويت لهم شعرهم والحاجات الحلوه دي. يعني انا بحاول ان انا اعمل لهم ذكريات حلوه كده تتحفر في دماغهم. فبصراحة عشان كده ده اللي أخرني بالليل خالص. يعني أنا كنت بصور معاكم المقطع ده الساعة 3 بالليل يوم العيد بقى، يعني كان فاضل ساعتين على صلاة العيد. ف فقلت لا بقى، أنا ومريم كده جبنا الحاجة. مريم مكة كانت نامت، أنا ومريم بقى قلنا لا نجهز الحاجات دي بقى عشان لو حد جالنا بعد صلاة العيد وتبقى فرحة برضو للبنات. جبت بقى كل الحاجات اللي عندي، الشوكولاتات والملبس والنوجة كل حاجة بص طلعت كل حاجة وحطيناها على الكنبة كده جنبنا. وبدأت بقى ان انا وهي نظبط الدنيا كده. حاولوا بقدر الامكان ما تمنعوش اطفالكم انهم يعملوا معاكم الموضوع ده، لان هي دي الفرحة، يعني هو ده العيد. احنا بنقضي في البيت، بنصلي نقضي في البيت، وبنرجع بقى نطلع نسلم على القرايب والحبايب والكلام ده. فحاولوا ان هم يشتركوا معاكم في الكلام ده. هي بقت تحط حاجة وانا احط حاجة، تقول لي مثلا هنا نحط كذا، اقول لها ماشي، هنا ما نحطش كذا ماشي. بس اخر حاجة انا عملتها في اليوم ده هو فعلا الكلام ده، بعد ما يعني ظبطت لهم هم الدنيا بتاعتهم يعني. ونفخت لهم شوية بلالين بس نسيت انا في المقطع ده اجيب لكم البلالين. نفخنا بلالين ورميناها كده في الصالة. وبدأت بقى ان انا اشغل التكبيرات، يعني انا كنت مشغلة التكبيرات بصوت هادي كده في البيت. وبعد ما خلصت خالص بدأت ان انا اشغل اضاءات خفيفة كده بقى في البيت، مستنيين صلاة العيد. الحمد لله رب العالمين والله على النعمة الجميلة اللي بتدخل علينا السرور والبهجة. نعمة العيد دي وبتجدد الامل فينا فعلا، فالحمد لله رب العالمين. هنا بقى بصوا كنت جايبة حاجات بسيطة خالص، بحيث ان الحاجات دي اصلا بترطب يعني، سواء السوداني او اللب الكلام ده كله الحاجات دي لما بتبقى كمية بترطب. فانا هنا حتى جايبه بصوا اللي هو بقشره ده نصه سوداني، ما كترتش يعني كتير، لان انا الوحيده معتبر اللي باكله يعني. هنا برضو كنت جايبه ذره فشار اللي هو بيبقى طعم الجبنه والكلام ده. ف حطيت بقى كل حاجه كده شويه منها، كل حاجه كده شويات كده، والشوكولاتات برضو والحاجات دي. وطلعت بقى التوزيعات حطيتها على السفرة، طلعت الهدايا اللي انا عملتها معاكم. وبشكركم بجد على التعليقات الحلوة اللي بتجيلي بينكم، ربنا يبارك لي فيكم يا رب. ولو في تعليق اسفل لو مردتش عليه او وقع مني كده،
ده بيبقى سهو مني والله. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم وييسرلكم كل امر عسير. انا بحبه جدا جدا في الله والله. بصي اللي مريم بتعبيه ده شوكولاته بسوداني، جواه سوداني. وهنا بقى طلعت الكحك والبسكوت والبيتي فور والحاجات الحلوه بتاعتنا دي، وبدات برضو ان انا اعبي الحاجات دي. انا كنت بصوا اقول لكم ان انا عندي المنظم ده احط فيه الشوكولاتات والتسالي، وهنا هحط ايه البيتي فور والكحك والكلام ده. فقلت بقى يعني هم سبحان الله جم 5 كده على عدد الاصناف اللي انا عاملاها، واللي في النص دي كانت هتبقى فاضيه وكده. فقلت لمريم احنا مش لاقيين مكان للسوداني ده، فحطيه اللي هو السوداني بالشوكولاته ده. ومريم برضو كان معاه كيس جيلي كده، جبت برضو اطباق وحطينا فيه جيلي، وحطيت ترمس وحطيت حاجات حلوه قوي قوي. حطيت بجد يعني سبحان الله، يعني الحاجات دي بتدخل علينا السرور. بصوا بقى البسكوت برضو كان طعمه حلو قوي. يعني انا مش شاريه جاهز، انا خليت حد يعمل لي الحاجات دي، بس بجد مش كان طعمها حقيقي خطيره بجد. بصوا بقى حتى الحاجات دي لما وصلت لي حطيتها في علب بلاستيك فيها اكياس كده، ورفعتها بعيد خالص بحيث ان النمل ما يوصلهاش. بصوا الكحك اللي انا برصصه ده من غير نقش خالص، وفيه عجوه من جوه، عشان بس ايه يعني افرقه عن التاني. هنا برضو مريم كانت بترص بقى، كنت عملت شويه كحك بسكر. بحط على السكر كده رشه فانيليا، بحيث ان ايه السكر برضو نفسه يكون فيه طعم. وبعمل بصوا اول باول، انا عملت السكر اول باول، ما بحبش ارش على الكميه كلها سكر لانها بتبوظ وبترطب، فبعمل اول باول السكر. بصوا مريم بقى كانت بتفنن من عندها كل ده كنت بعمل فيه الترمس جوه، فهي بقى ايه كانت بتفنن هي قدام الكاميرا عماله ترش كده السكر كله وبهدلت لي الدنيا. بس طبعا خير، ما زعقتلاش ولا حاجه وسبتها تفرح. يعني لميت السكر اللي عملته ده، بس ده مش عارفه هي بتعمل ايه، بس لميت السكر وشيلته وخلاص. اهو مش عارفه هي شالت اخر الكحكايه دي ليه، فممكن يكون عشان الغطا مش هيقفل او كده. اهو بصوا بقى ترمس، حطيت ترمس وجيلي وبسكوت وحاجات حلوه كده. بصوا الجمال. وحطينا في السوداني، وحطينا البسكوت والبيتي فور والحاجات الجميله دي. ربنا يا رب يعود عليكم الايام بكل خير يا رب. كل سنه وانتم طيبين حبايب قلبي. يا رب يعود عليكم العيد ده، يعني كل ايامكم تكون عيد، كل ايامكم يكون فرح وعيد وسعاده وسط اهلكم وحبايبكم. ربنا يبارك فيكم يا رب. بحبكم جدا جدا في الله. ربنا يجازيكم كل الخير عني. عايزه بقى تعليق حلو تكتبوا لي كل سنه وانت طيبه لان انا بحب بجد تعليقاتكم الحلوه دي وبتفرق معايا جدا جدا. اشوفكم في فيديو جديد على خير حبايب قلبي. سلام عليكم.